40% من المصريين عندهم المرض ده. القصة اللي جسمك بيقولها وانت مصر ما تسمعهاش. عارف ان في ناس فاكرة ان الامساك ده حاجة بسيطة؟ ده جسمك بيبعت لك مسجز طوارئ يعني، وانت عمال تعمل سين وما بتردش. هنا التويست، الامساك مش مشكلة بطن، الامساك مشكلة حياة. زي ما الناس فاكرة ان الامساك ده مرض، الامساك ده عرض مش مرض. بص كده وركز، الامساك ده مش انت ما اكلتش ولا انت ما شربتش، لا، الامساك هو بطنك بتقولك حاسب، قولون بيقولك انا تعبت، والجسم بيقول انا مش قادر اخلص من الزبالة اللي عندي. والمصيبة ان اغلبنا بيتكسف يتكلم عنه، مع انه من اكتر المشاكل انتشارا على فكرة. من كل 5 اشخاص واحد عنده امساك مزمن. 40% من المصريين بيعانوا منه شهريا، وبتحصل بنسبة 70% بسبب العادات اليومية. فده مش مرض. الحقيقة ان الامساك لو طول بيجيب ايه بقى؟ بواسير وشرخ، سموم جوه الجسم، وانتفاخ. انتوا عارفين انه بيجيب صداع وتوتر وقلق. البشرة بقى بتبوظ، الشعر بيضعف وبيقع. الملف اللي انا هعمله لكم دلوقتي عشان كل ما حد يجيله امساك يجي على الحلقة ويفتحها، ومعاه شوية تركيبات كده، وصفات طبيعية يعني، هقولها لكم في الاخر. لو استخدمتوها انتوا اللي هتكتبوا لي انتوا حصل لكم ايه. يعني ايه امساك؟ الامساك ان البراز بيتحرك ببطء جوه القولون، او بيجف، او الجسم بيخاف يطلعه. الاصح ان دخول الحمام كم مره في اليوم؟ مره؟ مرتين؟ الاصح ان مفيش كتاب قال كام مره لدخول الحمام وكم مره تبقى امساك، حسب طبيعه كل جسم. انت متعود ان تخش مره كل يوم، فتمام. ما دخلتش لمده يومين يبقى عندك امساك. واحد 3 مرات في اليوم ما دخلش غير مره يبقى كده عنده امساك. فبتفرق من جسم لجسم حسب طبيعة كل جسم وحسب طبيعة كل واحد. الإمساك نوعين، عندي إمساك وظيفي وده يعني مش مرض، ده بسبب العادات الغلط. وعندي الإمساك العضوي وده نادر. ليه؟ لأن ده بيبقى بسبب انسداد أو مشكلة طبية. بيسألوني أنا 90% من الناس عندهم الإمساك الوظيفي. ليه؟ زي ما اتفقنا إن الإمساك الوظيفي بيجي من الروتين الغلط، فده بيتحل بالروتين صح، أكل صح، مية وحركة. طيب، أسباب الإمساك 10، تعال نقولهم بسرعة كده. قلة المية ده من أكبر الأسباب، ومن أولهم الجسم مفيهوش سوائل فالبراز مش بيتحرك. 2، الأكل القليل بس في الألياف، يعني ما اقعدش اكل رز ولحمة وفراخ ومكرونة وبس، ما لازم يبقى فيه ألياف. 3، الإهمال في نداء الطبيعة، يعني جسمك بيقولك يلا خش، تقول له لا مش فاضي دلوقتي، خليها شوية، لا لما اروح. ده من أهم الأسباب اللي بتعمل إمساك للناس. 4، الحركة، أو بمعنى أصح عدم الحركة. العضلات هي اللي بتحرك الأمعاء، فلما بتقف الأمعاء بتكسل. 5، أدوية كده زي المسكنات، مضادات الاكتئاب، الكالسيوم الزيادة، الحديد، كل ده بيعمل إمساك. طب 6، أكتر حاجة بتقفل القولون الموضوع النفسي قبل ما يكون الجسدي، يعني التوتر. 7، القهوة الكتير بتسحب الماء من الجسم فبتعمل جفاف. 8، النوم القليل، ومشكلة اللي بينام قليل أو بينام غلط بيجيله إمساك. 9، أكل تقيل بالليل، بسم الله ما شاء الله كلنا بنعمله، فجسمك نايم وانت بتقول له يهضم ازاي، انا معرفش. 10، انيميا ونقص البوتاسيوم، بيعمل بطء رهيب في الامعاء اللي هي قولون يعني. طيب، في اعراض كده لو حصلت لازم تتحرك بسرعه. اولها الم شديد، انتفاخ على طول، غازات بكثره، براز بس بيبقى صلب، الصداع، نركز، فقدان الشهيه، والجفاف، الدم اللي بيجي مع البراز، والبواسير. طبعا مش لازم كل ده يحصل لك، ده احنا كفاية عندنا حاجتين من دول لمدة 3 أيام بتقول لك محتاج تروح لدكتور بس بسرعة. طيب، ما تيجي نشوف أخطر 3 أنواع للإمساك. أول واحد إمساك بسبب الجفاف، وده اللي معظم الناس عندها، ده بيروح بشرب المية، بس بشرب المية صح. روحوا للحلقة بتاعة المية هتعرفوا الكمية المظبوطة. إمساك بسبب بطء الحركة بتاعة القولون، وده نتحرك شوية، اتمشى، روح تعالى، يعني اتحرك. إمساك بسبب الخوف من الألم، النوع ده
للأسف بيحصل للأطفال أكتر. ليه؟ لأن هو دايما بيبقى حاسس إن في وجع فبيرفض يخش الحمام، فللأسف بيجيله الإمساك. وده أخطر نوع، لأن ده إمساك نفسي مش عضوي ولا جسدي. طبعا تعالوا أقول لكم على نظام في اليوم يخليكم تعالجوا الإمساك بسهولة. ده نظام قوي هيعمل لكم تويست في حكاية الإمساك. يعني لو أي شخص طبقه يومين ورا بعض الإمساك هيطير. نبدأ بالصبح. الصبح تجيب كوباية مية دافية، نص ليمونة، معلقة عسل. كل ده بيخلي القولون يشتغل فبيخليه يتحرك. طب الفطار، شوفان، موزاية، معلقة عسل، ومعلقة بذور شيا، ألياف فألياف فألياف فألياف، يعني ليونة في البراز. في نص اليوم تفاحة، جزرة، خياراية. اللي احنا قلنا ده كله عبارة عن مية 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 بس بصورة تانية. طب والغدا، خضار. البروتين يبقى خفيف والرز قليل، مش لازم يبقى كتير يعني. قبل النوم زبادي عليها معلقة بذور شيا أو بذور كتان، دي بتنظف القولون من جوه كأنك دخلت حد وغسله. طيب ما تيجوا أقول لكم على شوية وصفات كده، وعلى فكرة بتتعمل في البيت عادي. هما شوية وصفات ركزوا فيها، كفاية عليكم 4. نبدأ بأول واحدة. أول واحدة دي هتخلي حل الإمساك بنسبة 90%. دي عبارة عن المشروب، أنا مسميه المشروب النووي. ده عبارة عن كوباية مية دافية ومعاه نص ليمونة ومعلقة عسل ونص معلقة زيت زيتون وربع معلقة جنزبيل ومعلقة شيا، واشربه كل يوم الصبح على معدة فاضية. ده بيفتح القولون فتحة هتعجب أي حد عنده إمساك هيدمن المشروب ده. غير إنه بيفتح قولون، البراز بيلين، واللي أهم من ده كله بيقلل الانتفاخ. طيب ما تيجوا نشوف الوصفة التانية. الوصفة التانية دي قنبلة بالليل، بس نعملها قبل النوم. هنجيب علبة زبادي ونحط عليها بذور كتان بس مطحونة، معلقة منها بس صغيرة، ونقطة فانيليا ومعلقة عسل، ونقطع كام حتة موز كده عليهم ونقلبهم وناكلهم. ايه اللي انا هاخده بقى من الكوباية دي؟ هتنضف القولون، هتهدي القولون العصبي، وبتخلي القولون يتحرك حركة طبيعية تاني يوم الصبح. عندي بقى شوربة اسمها شوربة الإنقاذ. دي عبارة عن شوربة خضار معاها معلقة زيت زيتون وشوية كمون ونعصر ليمونة. اتفرجوا بقى النتيجة بتاعتها هتبقى عاملة ازاي. القولون هيطرى، هيتحرك، الانتفاخ مش موجود. رابع حاجة شوية فاكهة كده. هنجيب 3 حبات من التين الناشف بتاع رمضان يعني، ونحطهم في مية دافية ونسيبهم بالليل، وتاني يوم الصبح ناكل التين ونشرب المية. 100% القولون بعديها هيتحرك جري. طيب امتى الامساك يبقى خطر؟ لو حصل معاه الكام حاجة اللي انا هقول لكم عليها دي: ترجيع، وزنك قل، دم كتير، دوخة، ألم رهيب، امساك اكتر من اسبوع، وعندك تاريخ كده بيقول في العيلة يعني، واظن في ناس هتبقى فاهماني ان عندك تاريخ مرضي في القولون. لازم بقى لما نشوف شوية الحاجات اللي انا قلتها دي مش محتاجة فزلكة زي ما انا اتفزلكت كده وشلته. احنا نروح للدكتور على طول، لان دي مش محتاجة وصفة، دي محتاجة دكتور. التويست الحقيقي ان الامساك مش مشكلة اكل ولا مشكلة معدة، دي مشكلة حركة ومشكلة حياة. القولون مش كائن مستقل، ده حساس جدا، بيفهم ضغطك، خوفك، زعلك، نومك، واكلك، وعلى فكرة وبيعبر عنهم. انتوا عارفين ان القولون بيسموه المخ التاني للجسم؟ الامساك صعب، جسمك بيقولك ظبط يومك، اتحرك يا اخي، اشرب، اهدى، اسمعني. واللي يسمع جسمه بيعيش مرتاح.